يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا سهل ولذيذ وفطار مصري بقى كده اصيل، هنعمله النهارده سوا مع بعض بابسط المكونات، وان شاء الله نطلع فطار حلو. اول حاجه هنجيب البطاطس اللي عندنا، هنقشرها ونغسلها كويس ونحطها في ميه نص ساعه كده عشان النشا اللي فيها يقل شويه ومتشربش زيت كتير. بعد كده هنسخن الزيت وننزل فيه بالبطاطس، وطبعا عينينا عليها عشان ما تتحرقش. بعد كده هنجيب الفول بقى، سواء احنا شاريينه من بره جاهز او عاملينه في البيت، هنحطه في الطبق بتاعنا ونحط فيه شويه ميه، وهنجيب معلقه من الطحينه كده حلوه، وعليها شويه من الكمون وشويه من الشطه. لو مش عايزه الشطه شيليها ومفيش مشكله. وبالشوكه كده عشان الشوكه اسهل بكتير من المعلقه واحسن في هرس الفول. هنفضل نهرس في الفول كده، وما تقلقيش لو لقيتي الميه كتير في الفول. الطحينه مع الهرس بتشرب الميه دي كلها وبتلاقيه تقل كده. ولو تقل منك حط شويه ميه عادي هيفك. بنفضل نهرس 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 على وهو سخن طبعا يفضل، عشان بيبقى سهل جدا في الهرس، وبيبقى حلو معانا كده زي بتاع بره بالظبط. وهنقفل عليه وهننزله في الطبق بتاعنا، وطبعا مش هننسى البطاطس لان احنا متابعينها. وكده الفول بتاعنا اول طبق معانا خلص، هنحط عليه من فوق كده شويه زيت ونركنهم. بعد كده هنطلع البطاطس في طبق ونكون خلصنا تاني طبق معانا. بعد كده هنجيب طبق صغنن او اللي انت عايزاه، تحطي فيه كده 3 معالق كبار من الطحينه، هتحطي عليها ربع معلقه من الكمون، ربع معلقه من الكزبره الناشفه، ممكن تمن او حاجه بسيطه كده من الشطه لو مش بتحب الحاجه حراقه، وكمان عشان الكميه بتاعتنا ما تبقى قليله فتبقاش الموضوع معانا حراق قوي. وشويه من الملح. وبعد كده الميه السخنه هننزل عليها بالراحه، بس قبل الميه السخنه هننزل بمعلقه من الخل، بيخلي طعم الطحينه تحفه. ولو عندك ليمون اعصري حبه مش كتير عشان الليمون بيمررها. وهتنزلي بالميه السخنه حبه بحبه، حبه بسيطه خالص، وتقلبي عشان ما تسلش منك وتبقى خفيفه. هنقلب كده جامد جامد كتير، هتلاقي قوام تقيل معاكي قوي. مش مشكله، تفضلي بقى زودي الميه بالراحه خالص. هنقلب كويس 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 قوي عشان كله يبوش. حابه تحطي الخل بعد ما تقلبي كله في بعضه تمام، وحابه تضيفي توابل تانية ماشي، بس مش كتير عشان الموضوع ما يقفرش وتطلع حادقه. واهو تقلت معانا، هننزل بشويه ميه سخنين تاني، وهنقلب هنقلب قلب 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 كده لحد ما نوصل للقوام ده. حابه تقليه عن كده ماشي، حابه تخففيه براحتك خالص وعلى ذوقك. ونكون خلصنا الطبق اللي معانا. لقيت عندي بتنجانه قمت غسلاها، وعشان البتنجان ما يشربش زيت بتجيبيه بعد ما تغسليه تقطعيه تحطي عليه شويه ملح وتسيبيه كده مع نفسه ساعه، وبعد كده تشطفيه من الملح ومن الميه اللي نزلت منه دي وتقليه. بعد كده خلصنا البتنجان اللي معانا والطبق ده خلاص ركناه. نيجي بقى للجبنه، عندك بقى اي نوع جبنه فلاحي، فيتا، اي نوع تجيبيها تحطي عليها شويه فلفل حامي وبارد، شويه جزر مبشور، شويه طماطم، حابه تضيفي اللي هو خضره، كزبره، اللي هو اي حاجه عندك تضيفيها براحتك خالص، شويه نعناع بقى كده عليهم، وتبقى الدنيا تمام. وما نحطش زيت عشان مش كله يبقى بزيت. وكده خلصنا فطارنا، وبصوا مع العيش بقى السخن من الفرن وشويه جرجير تحفه. وهنا كمان هقول لكم على حاجه بحبها قوي وتطلع طعمها تحفه، ان انت تجيبي ليمونه تعصري عليها البتنجان كده لما تطلعيه، خصوصا لما يبقى سخن عشان يشرب كده الليمون. تجيبي الليمونه تعصريها على البتنجان، بتخلي طعم البتنجان تحفه، حلوة قوي. جربوها وبجد هتعجبكم. وعصرت نص ليمونه كده على البتنجان، وهعصر النص التاني شويه منه على الطحينه وشويه منه على الفول كده من على الوش، وطبعا هنقلبه بعد كده. والطحينه ما تكتريش فيها الليمون عشان ما يمررش معانا. وكده خلصنا فطارنا المصري الاصيل اللي احنا كلنا عارفينه. والف هنا وشفا، ويا رب يومكم يبقى جميل. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. باي باي.